ايوه انا اللي حطيت على الفراخ لبن. اه والله زي ما بقولك كده حط عليها لبن. بجد يا جماعه فعلا بيخلي الفراخ طريه وحلوه جدا جدا. تمام. ده نص كيلو صدور بانيه. حطيت عليهم حوالي نص كوبايه لبن، وبصلايه مفرومه، وملح وفلفل وبهارات. تمام. بس كده هقلب بقى وهظبط الملح بتاعي، وهسيبهم كده يتبلوا مع بعض. اللبن يا جماعه حلو جدا جدا، اختراع مش قادره اقولك خطير. هيخلي صدور الفراخ معاكي طريه وطعمها حلو جدا جدا. ولا هنحط بيض ولا اي حاجه خالص، هو بس اللبن، مش هحط اي حاجه تاني خالص. تمام. بس كده هسيبهم كده حوالي ساعه بس. وبعد كده بقى هجيب معايا حوالي كوبايه دقيق واحط عليها معلقه نشا. معلقه نشا يا جماعه بتخليها حلوه جدا جدا، وما تخليش كمان الفراخ تشرب زيت كتير. تمام. وهحط عليها برضو ملح وفلفل وبهارات، واظبط كده الايه الدقيق بتاعي. وهبدا بقى كده اقلي في الفراخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هتطلع معايا لونها حلو جدا جدا، ومش بتشرب زيت، وطعمها حلو قوي قوي وطريه، مقرمشه من بره وطريه جدا جدا من جوه. واللحم بتاعها طري وطعمه حلو ومسكر وجميل قوي قوي. جربوها. لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب.